السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنقول لكم على 11 خبر عن النادي الأهلي، أخبار حصريا. ويلا ندخل على أول خبر على طول. أول خبر معانا هو تطورات مفاوضات برشلونة مع الأهلي بشأن مباراة خوان جمبر. كشفت مصادر بنادي الأهلي عن تطورات المفاوضات مع نظيره برشلونة الأسباني على لقب كأس خوان جمبر استعدادا للموسم الجديد 2026-2027، وتقام كأس خوان جمبر في مطلع الموسم من كل عام، حيث يدعو برشلونة أحد الأندية العالمية لخوض لقاء أمام جماهيره قبل انطلاق المنافسات الرسمية. وأوضح مصدر بنادي الأهلي أنه حتى الآن لم يتم توقيع العقود الخاصة بمباراة برشلونة أمام الأهلي، لكن الأمور قريبة للغاية من الحسم. وسبق أن قال المتحدث الرسمي لنادي برشلونة في تصريحاته يوم السبت الماضي أنه في هذا المرحلة ما يمكننا قوله هو أن الأهلي الفريق الأقرب إلى خوض مباراة كأس خوان جمبر يوم 19 أغسطس. وأضاف المتحدث: برشلونة دخل في مفاوضات مع الأهلي وتم بالفعل التواصل إلى اتفاق حول أغلب البنود، وعلى الرغم من ذلك لا نستطيع حتى الآن بالتأكيد بنسبة 100% على إتمام كافة التفاصيل، وعندما يتم إنهاء كل شيء سيعلن النادي الأمر عبر منصته الرسمية. وينتظر أن يخوض النادي الأهلي العديد من التحديات سواء في بطولتي الدوري وكأس مصر إلى جانب منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية على المستوى القاري. الخبر الثاني هو حقيقة التفاوض مع مروان عطية وإمام عاشور من جهة الاتحاد السعودي. نفى نادي الاتحاد السعودي وجود مفاوضات مع الثنائي وسط الملعب في صفوف الأهلي إمام عاشور ومروان عطية بعد تألقهم في كأس العالم 2026 رفق المنتخب المصري. ونقل تقارير صحفية سعودية خلال الساعات الماضية عن أنباء اهتمام نادي الاتحاد السعودي بالتعاقد مع الثنائي المصري من أجل دعم وسط الملعب في صفوف الفريق قبل انطلاق المنافسات موسم 2026-2027. وقال رياض المظهر رئيس قسم الاتصال والإعلام بنادي الاتحاد السعودي في تصريحاته أن الخبر غير صحيح كل ما قيل عن التفاوض مع ثنائي الأهلي إمام عاشور ومروان عطية أو إرسال عروض رسمية. أما عن حقيقة الاهتمام بالثنائي أو متابعة من أجل التفكير في التعاقد مع مستقبلا، فقال دخول الاتحاد في التفاوض أو إرسال عروض مع الثنائي يتوقف على قرار مدرب الفريق الألماني. الخبر الثالث هو الأهلي يمدد عقد طاهر محمد طاهر حتى 2026. أعلن نادي الأهلي عن تمديد عقد طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين ليواصل مشواره مع الفريق بعدما أصبح إجمالي مدة تعاقده الحالي 3 مواسم. وجاء تمديد التعاقد بعد الجلسة التي جمعت اللاعب بالكابتن وائل جمعة مدير الكرة والدكتور عصام سراج الدين رئيس قطاع التعاقدات، حيث تم الاتفاق على جميع البنود العقد الجديد واستكمال كافة الإجراءات الإدارية والمالية. الخبر الرابع: الأهلي يتعاقد مع سفيان بن جديد. الخبر الرابع: الأهلي يتعاقد مع سفيان بن جديدة 3 مواسم. أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب سفيان بن جديدة قادما من المغرب الفاسي لمدة 3 مواسم. وكان الدكتور عصام سراج الدين رئيس قطاع التعاقدات قد توجه للمغرب وقام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية، وذلك بالتنسيق مع الكابتن وائل جمعة مدير الكرة. ووجه الأهلي الشكر لكل شقيقه النادي المغربي الفاسي برئاسة عمر بنيس على تعاونه لإتمام الصفقة في إطار علاقة طيبة تجمع النادي الأهلي وأشقائه في المغرب. الخبر الخامس معانا: الجيش الملكي يقدم عرض لشراء رضا سليم. قال مصدر من النادي الأهلي أن الأهلي تلقى عرض رسميا من النادي الجيش الملكي لشراء رضا سليم بصورة نهائية، والنادي المغربي يتمسك باستمرار اللاعب ضمن صفوفه. وأضاف: الأهلي لا يمانع رحيل رضا سليم وبيعه بشكل نهائي إلى الجيش الملكي. وتابع: العقبة الوحيدة تتمثل في راتب اللاعب حيث يحصل على 900 ألف دولار. واختتم هناك مفاوضات مستمرة مع النادي الجيش الملكي من أجل حسم الصفقة بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة. الخبر السادس: مفاوضات مكثفة من سيراميكا كليوباترا لضم جريتشار. عاد جريتشار من إعارته مع نادي أوبشيت المجري في شهر يناير الماضي، وأن سيراميكا كليوباترا يكشف مفاوضات لضم جريتشار خلال الانتقالات الصيفية. وأوضح المصدر أن الأهلي وافق على تحمل جزء من راتب جريتشار خلال إعارته مع نادي سيراميكا كليوباترا. وأوضح المصدر أن الأهلي وافق على تحمل جزء من راتب جريتشار خلال إعارته من نادي سيراميكا كليوباترا، ويريد الأهلي التخلص من جريتشار قبل بداية الموسم، خاصة وأن النادي بصدد التعاقدات مع مهاجمين خلال الانتقالات الصيفية. كما أن حسين العموتة المدير الفني للنادي الأهلي لم يبدو رغبته قوية في بقاء جريتشار مع الفريق الموسم المقبل. الخبر السابع معانا: صفقة منصف بقرار يوقع عقود انتقاله للأهلي. وقع المهاجم الجزائري منصف بقرار لاعب دينامو الكرواتي على عقود انضمامه للنادي الأهلي من أجل تدعيم صفوف الأحمر خلال المنافسات الموسم المقبل.
وتأتي رغبة الأهلي في التعاقد مع منصف بقرار في ظل حاجة الأحمر لضم مهاجم قادر على صناعة الفارق خلال الموسم الجديد بالتزامن مع مختلف المسابقات المنتظرة. وأكد المصدر أن منصف بقرار وقع على عقود انتقاله للنادي الأهلي في حضور عصام سراج مدير التعاقدات بالأحمر. منصف بقرار وقع على عقود انتقاله للأهلي بحضور عصام سراج بعد الاتفاق على كافة التفاصيل التعاقدية سواء مع النادي أو مع اللاعب. منصف بقرار شارك مع رفقة فريقهم في الموسم الماضي خلال 42 مباراة في مختلف المسابقات، ونجح في تسجيل 18 هدف وقدم 7 تمريرات حاسمة. الخبر الثامن معانا، الأهلي يضم ثنائي إنبي. الأهلي أعلن التعاقد مع متوسط الميدان علي محمود البالغ من عمر 23 عام قادما من إنبي لمدة 5 مواسم. وضم الأهلي المهاجم أقطاي عبد الله البالغ من العمر 23 عام قادما من إنبي لمدة 5 سنوات هو الآخر. الخبر التاسع، ثلاثي الأهلي على اعتاب الانتقال إلى المصري. دخل النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي في مفاوضات مكثفة مع ثلاثي لاعبي صفوف الأهلي وهم مصطفى العش وعمر الساعي ومحمد شكري من أجل الحصول على خدماتهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ولعب الثنائي مصطفى العش وعمر الساعي في صفوف النادي المصري على سبيل الإعارة، حيث انضم العش إلى الأخضر خلال فترة الانتقالات الشتوية، بينما لعب الساعي مع الفريق منذ بداية الموسم. وكشف المصدر اليوم السبت أن الثنائي العش والسعي اقتربوا من الانتقال إلى صفوف المصري على سبيل الإعارة لمدة موسم، حيث لم يتبقى سوى بعض الرتوش البسيطة لإتمام الصفقة. في المقابل سيكون انتقال محمد شكري إلى صفوف المصري بصورة نهائية، حيث يرغب اللاعب في الانتقال إلى النادي الساحلي بعد ارتباط اسمه في وقت سابق بالانتقال إلى البنك الأهلي. وكان محمد شكري انتقل إلى صفوف الأهلي قادما من سيراميكا كليوباترا في الصيف الماضي، إلى أن لم يحصل على فرصة المشاركة بصورة منتظمة بسبب الإصابات، إلى جانب التعاقدات مع الدولي المغربي يوسف بالعمري. الخبر العاشر، الأهلي يواجه النصر والفينا وديا. يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهتين وديتين في أولى مراحل إعداد الموسم الجديد، والمقرر أن يلعب الفريق الودية الأولى أمام نادي النصر يوم الخميس المقبل الموافق 23 يوليو، بينما ستكون الودية الثانية أمام نادي لافينا يوم 30 يوليو الجاري. وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين الدوليين الراحة عقب انتهاء مشاركتهم في كأس العالم 2026، وتحدد انتظامهم في تدريبات يوم 27 يوليو. الخبر ال11، الأهلي يتحمل راتب أشرف داري لحين رحيله. ذكرت تقارير صحفية أن النادي الأهلي سوف يتحمل راتب أشرف داري. وعاد أشرف داري إلى النادي الأهلي بعد نهاية إعارته مع نادي كالمار السويدي. بحسب موقع برلمان سبور المغربي، فإن الأهلي توصل إلى اتفاق مع أشرف داري يقضي بتحمل راتبه خلال الفترة المقبلة إلى حين التوصل إلى اتفاق مع نادي جديد للانتقال خلال الميركاتو الصيفية. وأوضح التقرير أن إدارة الأهلي تكثف اتصالاتها من أجل تسويق المدافع المغربي في إطار خطة تهدف إلى تقليص عدد اللاعبين الذين يغادرون الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية. ويرغب النادي الأهلي في التخلص من أشرف داري خلال الميركاتو الصيفي الجاري لعدم الحاجة له في الموسم المقبل. عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناة وفعل الجرس ليوصل لك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.